إيه اللي بيحصل في الهند وإيه حكاية الفيروس الجديد؟ في كلام منتشر دلوقتي عن فيروس جديد ظهر في الهند ومعاه أخبار عن حالات طوارئ في مطارات دول شرق آسيا. طيب إيه الحقيقة بعيد عن تهويل الإعلام؟ خليك معايا للآخر لأن الموضوع مش مرعب زي ما بيتقال، والزبدة في الآخر. القصة بدأت من ساعات في شرق الهند وتحديداً في ولاية اسمها البنغال الغربية، والولاية دي عدد سكانها ضخم جداً وبيعدي ال100 مليون نسمة حسب تقديرات غير رسمية. فجأة الجهات الصحية هناك أعلنت تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس نادر اسمه نيباه، ومن ضمن الحالات دي كان في ممرضين شغالين في مستشفى خاص قريب من مدينة كولكاتا. طيب يعني إيه فيروس نيباه؟ فيروس نيباه بينتمي لعيلة اسمها هانيبايرس، والمصدر الأساسي ليه خفافيش الفاكهة. الفيروس ده مش بسيط، وعلشان كده منظمة الصحة العالمية مصنفاه كواحد من أخطر الفيروسات اللي ممكن تسبب أوبئة مستقبلية. السبب في كده إنه ملوش لقاح ولا علاج محدد، وبيهاجم الجهاز التنفسي والجهاز العصبي بشكل مباشر. في موجات تفشي حصلت قبل كده، نسب الوفيات وصلت حسب تقارير صحفية عالمية لأرقام عالية جدا، بتتراوح ما بين 40% لحد 75%. بالنسبة لطريقة انتقال العدوى فغالبا بتبقى عن طريق أكل ملوث أو احتكاك مباشر بحيوان مصاب، وفي بعض الحالات ودي أخطر نقطة ممكن ينتقل من إنسان لإنسان. المشكلة الأكبر إن المصاب ممكن في الأول ما يظهرش عليه أي أعراض خالص، وبعدها فجأة الحالة تتدهور ويتحول الموضوع لالتهاب رئوي حاد أو التهاب في المخ ممكن يكون قاتل. وعشان كده أي ظهور للفيروس ده حتى لو بعدد حالات قليل بيخلي الدول تتحرك بسرعة وتاخد احتياطاتها، وده اللي حصل فعلا. الدول القريبة من الهند بدأت إجراءات وقائية سريعة، وأولهم تايلاند اللي بدأت بالفعل فحوصات صحية ومتابعة دقيقة للركاب القادمين من الهند في مطارات بانكوك، وخصوصا اللي جايين من منطقة غرب البنغال. ومع الفحص بدأوا يوزعوا كروت إرشادات صحية على المسافرين فيها تنبيه إن أي شخص يحس بسخونية، صداع، كحة، صعوبة تنفس، دوخة، تشنجات أو نعاس غير طبيعي يتوجه للمستشفى فوراً. مش تايلاند بس، كمان النيبال رفعت درجة الاستعداد القصوى في المطارات والمعابر البرية ونقاط الدخول مع الهند، وبدأت فحوصات صحية على المسافرين علشان يمنعوا أي احتمال لانتقال الفيروس خارج الهند. يعني بصراحة العالم مش ناقص يدخل في حكاية جديدة بسبب الخفافيش. المهم جدا إننا نوضح نقطة أساسية: لحد اللحظة دي منظمة الصحة العالمية لم تطلع أي تحذيرات عالمية وما رفعتش حالة الطوارئ، والوضع لسه تحت السيطرة ومفيش حاجة غير طبيعية بتحصل. أيوة الفيروس خطير بطبيعته، لكن الإجراءات الاحترازية شغالة والدنيا متراقبة كويس. بقول الكلام ده علشان الصفحات اللي هتطلع بعد شوية وتحول الموضوع وتتكلم عنه كأنه جائحة جديدة جاية تدمر العالم، الكلام ده كله غير صحيح. كالعادة هسيب كل التفاصيل والمصادر العلمية الخاصة بالموضوع في أول كومنت، ومعاها مراجع بتشرح الفيروس وخصائصه علشان اللي حابب يفهم أكتر. وفي الآخر لو الموضوع وصلك وحسيت إنه مهم اعمل له شير وخلي غيرك يفهم القصة بشكل صحيح. شكراً.